ازيك يا مان؟ عامله ايه؟ ليكي وحشه كبيره كبيره كبيره. ازيك يا توته؟ وانتي وحشاني كتير كتير كتير. اقول لك بقى مفاجاه كبيره جدا. تعرفي ان انا من ربع كيلو لحمه مفرومه عملت 16 قطعه من الكفته، وكمان ايه بقى بريحه وطعم الفحم. ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ لا بتهزري، عملتيها ازاي دي؟ عملتيها ازاي؟ لو عايزه بقى تشوفي الطريقه، يلا بسرعه روحي على قناه كوكينا. يلا نشوف الطريقة، استنوني. كوكينا أكلتك علينا. تعالوا بقى نشوف عملنا الكفتة الحلوة الطعمة دي ازاي، وكمان هقول لكم ازاي تخلوها طرية لاخر قطعة، وكمان تبقى كده طراوة كده بقى جواها طراوة يعني، ومش مكتومة. بس قبل ما نبدأ في الطريقة كالعادة يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنا انا جبت لكم بقى ايه ميزان عشان المصداقية، واوريكم اللي دي ربع كيلو لحمة مفرومة اهي 250 جرام بالظبط، عشان اوريكم بقى الكمية اللي قلت عليها هتطلع من ربع كيلو ان شاء الله، ونسمي كده وربنا يطرح فيها البركة بقى. اول حاجه هنا انا جبت بوله وحطيت فيها اللحمه المفرومه. ممكن تفرموها بايديكوا بالمفرمه او بايديكوا عادي هتنفع. هنا بقى بصله كبيره عصرها من الميه، وهسيب الميه على جنب هقول لكم هعمل بيها ايه بعد كده. هحط البصله مع اللحمه، وبعد كده هحط بقى دلوقتي بيضه اهي بالشكل ده، وهي عايزه اقول لكم دي بتزود الكميه وبروتين في نفس الوقت. دي بقى بطاطسيه كبيره مبشوره وعصراها كويس جدا من الميه، لازم يا جماعه الخطوه دي لازم عشان ما تفكش معانا. هنحط البطاطس، والافضل يا جماعه يعني تبشروها بالمبشره الاصغر من كده شويه. تمام. وبعد كده دي 2 معلقه كبيره بقسماط. ليه بقى البقسماط بنحطه؟ علشان ما تفكش معانا، تمام، عشان تتماسك. ودي معلقه كبيره بهارات برجر، ممكن تجوها سايبه او في الكياس عادي. وبعد كده هحط ايه شويه ملح، ملح طبعا حسب الرغبه. وبعد كده فلفل اسود. بعد كده دي ربع معلقه صغيره بيكنج باودر على ربع كيلو. ربع معلقه صغيره بيكنج باودر دي بقى اللي بتخليها فيها طراوه كده بقى وهشه من جوه وما تبقاش مكتومه. هنقلبها بقى كويس الاول كده بالمعلقه لحد كده لما يتجانسوا مع بعض. بعد كده هنعملها بايدينا عادي. او يعني بوريكم دي تنفع من غير مفرمه ولا كبه ولا اي حاجه خالص. هنفرمها كويس جدا. بصوا ازاي لحد لما ايه تحسوا كده بقى فيها نسيج كده عشان ما تفكش معانا. الخطوه دي يا جماعه مهمه جدا جدا. كده بصوا هوريكم بقت شكلها ازاي. بصوا لما فرمتها كويس بايدي، بصوا شايفين كده تحسوا زي فيها خيوط كده، هتبقى تمام جدا ومش هتفك معاك وهتبقى زي الفل. خلاص كده. بصوا بقى الخطوه اللي بعدها هنجيب صينيه عادي. هوريكم بقى ايه ميه البصل هعمل بيها ايه وكانت ايه فايدتها. هبل كده ايدي وبصوا بقى انا هصبعها، او عايزين تعملوها باي شكل انتوا عايزينها، على سيخ على اي حاجه، بس عشان انا كنت بصور بايد واحده ساعتها مش عارفه اصور. هخلصها واصبعها كده واقول لكم ايه هنعمل ايه بعد كده. بصوا خلصت كده اهو بعد ما بسم الله ما شاء الله. صبعتها بصي كلها بقى خليتها كده عملنا صوابع كام او كميه عايزينها قد ايه؟ دوائر زي ما قلت لكم. اهي 15 قطعه بصوا وواحده بقى صغنونه. طلعت 15 حوالي ما قطعه. شاء الله هي بصوا بقى 16 دلوقتي قطعه او بقى انا هعمل 15 حاجه قطعه حلوه. يعني، بصوا شايفين ميه وواحده البصل صغننه. دي؟ دلوقتي بقى هنعمل ايه هنعملها بقى في هقول لكم الفرشه هنعمل ايه يعني. بصوا دلوقتي بميه هعملها البصل. بالفرشه كده هندهن كده بقى بميه اهو. البصل دي. هندهن بس وش وهندهنها كويس. عشان دي اقول لكم بتتعب بقى ايه جدا. الاستفاده من بصوا الموضوع ده. بعدين دي بقى اللي بتخليها طريه وما تبقاش ناشفه مننا في الفرن. تمام. وبخير كمان بتديها طعم حلو اصلا. انتوا هتحسوا برضو اللي هي طعمها دلوقتي بقى حلو. هندخلها الفرن. دلوقتي بقى انا دلوقتي لما طبعا تستوي مسخنه وعايزه اقول الفرن بقى خليكم على معايا عشان درجه اوريكم حراره بس التسويه 180، هنعمل ايه. وهنحطها. ولما تكون نص التسويه هقول لكم نعمل ايه. بصوا شايفين بقى انا طلعتها من الفرن دلوقتي خلاص دلوقتي. انا طبعا لسه ما طلعتها استوتش وشايفين وبقت نص تسويه، حتى اهو. بصوا هو من انا بس قعر يعني انا من قلب تحت كل دول، دي بس ما نشفت قلبتهاش بس اهي. شويه استوت، هقلبهم ومن فوق بالشكل بصوا ده. اهي مش مستويه. حتى انا وهنعمل ايه قلبتها تاني لكم بقى؟ عشان اوريكم. برضو هنعمل ايه بقى في هناخد الخطوه ميه دي. البصل دي. بص ميه هناخد البصل برضو دي ميه البصل وهنعمل بقى نفس وهندهنها برضو. الحركه دي. ممكن تعملوا الخطوه دي الحركه برضو من دي غير ما تطلعوها بتخليها من الفرن يعني عشان ايه ما اصور واوريكم. تنشفش. دي بتخليها بعد كده طريه هنزود سوانا وتدي برضو سوانا طعم برضو حلو. عادي. وهي في هندخلها الفرن نص التسويه ونخلص تعملوا البتاع الحركه ده. دي حتى لو في الفراخ. ما تخلوهاش تستوي مره واحده. بصوا بقى خلاص كده طلعت كده من بصوا بقى الفرن خلاص واستوت دخلتها وزي تاني الفل. واستوت. وعلى فكره عملت والبطاطس الخطوه دي وعلى ممكن فكره انا مرتين كل كمان ولا مره حاجه انا بعملها بطلعها يعني بقلبها ادهنها كل ما وادخلها اقلبها على تاني. الناحيه دي التانيه بتخليها تبقى طريه بقى بدهنها في من وش بره، البصل والبيكنج باودر اللي كده حطيناها خليتها بتبقى طريه تخليها طريه من ومش جوه. تبقى يا جماعه حلو قوي في الموضوع مش ده. بتنشف خالص. هحطها بقى اخر بقى جربوها خطوه كده نستنى وهتعجبكم قوي عشان وهتشوفوا اخر الفرق. خطوه نعملها. دلوقتي بقى دي هنعمل ايه هتفرق الخطوه الطعم الجايه خالص. عشان تبقى طعمها احلى واحلى بقى. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هي بقى نقلت بصوا بقى انا جبت كده حاجه عشان احط فيها الفحمه، بس حطيت الاول شويه زيت.
ليه بقى؟ عشان لما نحط الفحمه تولع على طول من تحت، ما نضطرش نقلبها او نحط زيت كتير. او بصوا، هي بصوا ولعت على طول ازاي، او يعني بتتطفى المفروض عشان اصلا بنبقى مولعينها. وهحط بقى زيت عشان تبقى كده من تحت ومن فوق ايه، عملت دخان يعني، عشان نضمن ان هي ايه تعمل دخان كتير. وبعد كده بقى هغطيها. ممكن تحطوها في حله الاول، تنقلوها في حله وتغطوها عشان لو ما عندكوش غطا. وهنسيبها حوالي مثلا 5 او 10 دقايق لحد لما تتطفى، او خلاص عشان تاخد الريحه ريحه الفحم براحتنا. بعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. خلاص خلصناها، وهنعمل ايه تاني؟ اهي خلصت خلاص. تعالوا بقى وشوفوا الجمال والحلاوه دي بقى. رحت حطيت كده بقى ايه شويه كاتشب عشان تخلي بقى ايه المنظر كده حلو وجميل وامور، وتشرفك كده قدام ضيوفك. تعالوا بقى نشوف الختام. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. يا ريت كلكم تجربوها، وتبعتها لي على صفحه كوكينا، هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله. ما تنسوناش بقى في الاشتراكات واللايكات والتعليقات. كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.